بعد الولادة كنت بعيط بشكل هستيري، ما كنتش قادرة افهم انا ليه ده بيحصل. كنت دايما بسأل نفسي سؤال: مش ده اللي انا كنت عايزاه؟ مش ده اللي انا دورت عليه؟ مش ده اللي حلمت بيه ايام؟ مش ده اللي حاولت علشان اعمله؟ مش ده اللي عملت عشان 100 تست قبل الحمل؟ مش ده اللي اول ما عرفت ان انا حامل اتبسطت جدا؟ ليه الفرحة اللي كلهم بيقولوا انها احلى فرحة في الدنيا انا مش حاسة بيها؟ ليه مش قادرة اتبسط معايا بالطريقة اللي كلهم بيتكلموا عليها طول الوقت؟ معقولة ده الاحساس اللي انا حاربت عشانه طول الفترة اللي فاتت؟ قعدت كتير قوي عشان افهم الفرق ما بين البيبي بلاوز واكتئاب الولادة، وعشان كده قررت ان انا اعمل الفيديو ده. فشوفوا الفيديو للاخر. الاكتئاب اللي بيحصل بعد الولادة هو مش دلع ومش نكد بدون اي اسباب واضحة خالص. واوعى حد يضحك عليكي ويقنعك بحاجه من الحاجتين دول، او يقول لك كل الستات بتولد والقطط في الشارع بتولد عادي، انت ما عملتيش الخارق يعني. لا، انت عملتي الشيء الصعب القوي اللي ربنا عز وجل خلقك علشانه، لدرجه ان هو كرس حياتك ليها. فاللي انت عملتيه برافو عليكي جدا انك قدرتي تعمليه. عمليه الولاده مش حاجه سهله حتى لو كانت سيزيريان. في كل الاحوال انت بتتعرضي لخطر على حياتك قوي جدا، ولما بتخرجي منه بتحسي بألم شديد جدا، سواء كنتي في وسط الألم وانت بتولدي طبيعي او في وسط الألم وانت بتولدي سيزاريان. اكتئاب الولادة بيحصل بسبب خلل هرموني، علشان هرمون الحمل البروستروجين بيقل جدا اول ما بنولد، وبيعلى معانا هرمون الرضاعة بشكل مبالغ فيه. التغير الهرموني والخلل الهرموني اللي بيحصل ده بيسبب حالة من الزعل شديدة جدا كل السيدات بتتعرض لها، ايا كان خلفت كام مره، ايا كان ايه العمر اللي هم فيه، ايا كانوا قدام جداد كبار سن قليلين. ما تصدقيش من اي واحده كبيره سن تيجي تقول لك احنا كنا بنولد وبننزل نزرع في الغيط عادي ونعمل ونخبز ومش عارفه ايه. ده كلام مش حقيقي، لانه كل الستات بيحصل لها حاجه اسمها بيبي بلاوز، وهفهمكم دلوقتي ايه الفرق ما بين البيبي بلاوز واكتئاب الولاده. فالبيبي بلاوز لما بتحصل دي بتحصل بسبب خلل هرموني. كل السيدات بدون مبالغه بعد 3 ايام او 5 ايام من الولاده بيعيطوا عياط هستيري بدون سبب واضح. في ناس بتقدر تسيطر على ده وناس لا، ممكن اللي حواليهم يساعدوهم ويكونوا فاهمين ويدوهم دعم نفسي قوي يعني، او يدوهم حتى كمان الاتنشن اللي هم محتاجينه في الفتره دي، فده بيساعدهم شويه. ممكن لا. فاللي عايزه اطمنه لك ان كلنا بنتعرض للبيبي بلاوز بعد ما بتولدي. العياط الهستيري اللي بيحصل، الزعل بدون اي تبرير واضح، فكره ان دي اللحظه اللي كنت مستنياها، ايه اللي بيحصل ده ازاي؟ لان طبيعي جدا جسمك مش فاهم يعني ايه بعد 9 شهور الكميه من اللي كانت مطلوبه منه ان يديها تغذيه، او انه الهرمون اللي كان مسؤول على انه الجنين ده يفضل كويس. ايه اللي حاصل ده؟ ازاي احنا كنا 2 فجاه انفصلنا وبقينا شخص واحد؟ يعني انا وانا حامل كنت دايما بقول لزوجي الكوكب فيه 3 انواع، في ذكر وانثى ومرأة حامل. فهو يعني برضو حقه جسمه ان هو يفهم انه ده ما حصلش، بس احنا مش بنديله فرصه، لان فورا على طول لازم نعلى بهرمون الرضاعه علشان تقدري ترضعي وتديله وهو بره. كل الاحوال ده صعب على اي سيده، ده بيعمل بيبي بلاوز. دلوقتي بقى خلونا نفهم ايه الفرق ما بين البيبي بلاوز او اكتئاب الولاده. بيبي بلاوز دي حاله طبيعيه بتحصل مع كل السيدات بسبب الخلل الهرموني اللي اتكلمنا فيه. بتعيط بطريقه هستيريه، ما بتقدرش تتحمل خالص ان هي تقعد وتستنى او ان هي تهدى وتفهم، ده صعب عليها جدا. بتعيط بدون تبرير واضح وبدون سبب واضح، ممكن تكون نايمه وتصحى من النوم تعيط عياط هستيري. فالبيبي بلاوز شيء متعب قوي، وهو بيحصل لكل السيدات. اوقات بيقعد 10 ايام، اوقات بيقعد شهر، اوقات بيقعد اقل، اوقات بيقعد اكتر. ولكن اكتئاب الولاده هو انه يكتر عن شهر، والاعراض دي تزيد عن حدها، وتبقى بتحسي بخنقه وان المكان ضيق والسماء قريبه وكانك مرعوبه، وشعور رهيب رهيب من الالم والبكاء، وان الدنيا فاضيه، وانك فجاه بدون اي حاجه تقدر تجيب لك الاحساس بالامان او الطمانينه، تحسي فجاه انك عايشه بدون اي سبب واضح. عايزه اقول لكم انه ده لازم حد سايكولوجي يتدخل هنا، لازم دكتور، اقصد دكتور نفسي يتدخل هنا، علشان استل انت عندك مرض او عندك
متشخصه بدبريشن ولاده، دي من اقوى الحاجات اللي ممكن تتعرضي لها في حياتك. الموضوع مش هيخلص بالسهوله اللي انت متخيلاها، ممكن يعدي فوق السنه عليكي مش مشكله، ولكن احنا بنتابع مع حد سايكولوجي الموضوع هياخد اقل من كده بكتير، واخطاره هتقل عن كده بكتير. لان كمان في سيدات بيتطور معاهم الموضوع مع الاسف الشديد، بيشوفوا ابنهم زي الشيطان كده ويبقوا عايزين يتخلصوا منه، ودي حاله من الحالات اللي اتشهرت قوي في الولاده. ولكن اذا انت من الناس دول، احب اقول لك لو سمحتي اصبح السيكولوجي مش اختيار نهائي لازم تاخديه في حياتك النهارده قبل بكره، لان ده مش بيطمن قوي الحالات اللي عندهم زي ده. السيكولوجي اهم حاجه. لو اللي حواليكي سمعتي حد بيقول ان هو بيشوف ابنه كده، لازم تنبهوهم، وانت لازم تنبهي اهلك في الفتره اللي انت بتبقي كويسه فيها شويه، تفهميهم ده، عشان بالتالي لازم ياخدوا بالهم على ابنك اكتر، يحاولوا يشيلوه منك اكتر. بغض النظر ان انا عارفه ان بعد الولاده بنحس فجاه ان احنا وحوش، وعايزه اخد ابني اخبيه واخليه جوه بطني، وازاي فلان بيشيله، وازاي فلانه مش عارفه، مش عايزه حد يشيله، مش عايزه حد يقرب له، مش عايزه يفضل معايا. الشعور ده مش شعور اناني منك خالص، ولا انت هتجيبي لابنك توحد ابدا عشان ما تسمعيش الناس دي. ده شعور طبيعي، لان انت فجاه هو طلع براكي، جسمك لسه ما فهمش ايه اللي بيحصل. طبيعي جدا ان الشعور ده يزيد. شعور الامومه فجاه بيجي بطريقه رهيبه، فبتحسي فجاه اتحولتي لكاميرا مراقبه حتى من باباه نفسه، وانت خايفه ان هو هيقرب له او يلمسه او يتكلم معاه. فده طبيعي. مع الوقت هيقل الشعور ده شويه بشويه، مع الوقت هتقدري تفهميه وهو هيقدر يفهمك. عايزه اقول لك ان الموضوع ملوش علاقه خالص بان انت بتحبي ابنك او لا. الفكره ان المجتمع عايزك تكوني سوبر مام، ومحدش فينا هيقدر يكون سوبر طول الوقت. لو بتحسي انك مش تمام اتكلمي، مفيش اي عيب في ده، واطلبي المساعده من اللي حواليكي، واحكي لهم بشكل واضح على كل حاجه انت حابه حد يساعدك فيها. الحاجات اللي ممكن تساعدك انك تنامي لما البيبي يكون نايم. انا عارفه ان ده حاجه هتكون صعبه قوي عليكي، وحتى لو تكون في عز الظهر موضوع صعب شويه انك تفهميه، لانه البيبي مش بينام كتير. احنا مش عندنا الاوبشن ده عشان عندنا حاجات تانية، التزامات تانية نعملها. بس استنى، لو انت لسه والده هيكون في حد من اهلك حواليكي، ولو انت مفيش حد من اهلك زي حالاتي كده فمش مشكله، تقدري ان انت تركبي البيت، مش مهم. ممكن نعمل لنفسنا اكل بسيط في اليوم، ومش مهم البيت خالص، المهم ان هو انك تقدري تنامي لما هو يكون نايم. ولو انت مش قادره تعملي ده، ممكن انك تجيبي دليفري مثلا، ايا كان، بس مش لازم نروق كل يوم، مش لازم نعمل كل حاجه، عشان الفتره اللي هتاخديها من النوم هي اكتر فتره انت محتاجاها دلوقتي. عايزه اقول لك ان انا بعد ما اتشخصت بدبريشن ولاده، لان انا للاسف بتابع مع حد سايكولوجي دلوقتي، الحمد لله اكيد على كل حال، ولكن عندي للاسف اكتئاب ولاده، معرفش هخلص منه امتى، معرفش هرجع ابقى اكتف وهاديه في حياتي امتى، ولكن ده الواقع حاليا. فشرب الميه من اكتر الحاجات اللي فادتني. الروحانيات والقران والصلاه كتير بيفيد جدا جدا جدا، هيهديكي وهيقلل التوتر وهيقلل حاجات كتير. بس ما تعمليش ده مره واحده وتستني النتيجه بعد المره، اكيد كل حاجه محتاجه مثابره ووقت، ومع الوقت هتقدري تعدي منه. وعارفه ان في الاول ده صعب جدا انك تعمليه، بس حاولي انك تعمليه. وانك تاكلي كويس وتاكلي حاجات اللي بتحبيها، ده بيديكي زي سعاده كده جدا وهيبسطك قوي، فاعملي الحاجه اللي بتحبيها. عارفه ان اكتئاب الولاده فجاه بتكوني عديمه الشغف، فجاه مش بتحبي اي حاجه ومش حاسه ان في مستقبل ولا في خطط مرسومه لقدام، ولكن حاولي على قد ما تقدري ابعدي عن كل الناس السلبيه. ولو حد بيقول لك كلام يضايقك قولي له في وشه ستوب هنا، ما تقوليش حاجه تانية، مش عايزه اعرف ومش عايزه اسمع ومش مهم اعرف. ولو هو بيعمل حاجه ما بتحبيهاش برضو وقفي عند حده، مش مهم. دايما فكري في نفسك بس، واعرفي ان احنا نقدر نوقف كل حد عند حد. لو حسيتي انك محتاجه لدكتور او حد سايكولوجي او طب نفسي، اكيد تقدري تروحي. ما تخليكيش دعوه خالص باي حد ممكن يقول عليكي سايكو او يقول عليكي مجنونه زي ما بنقول، او يقول فلانه دي روح عند حد نفسي. مالكيش دعوه بالكلام ده، انت اكتر حد محتاج الدعم النفسي. اكتئاب الولاده مش بسهوله بيروح، هتحتاجي وقت طويل قوي علشان تعديه. فالدعم النفسي او ان حد يوجهك زي السايكولوجي هو اهم خطوه ممكن تاخديها دلوقتي. عايزه اقول لك ان اكتئاب الولاده مش ضعف، وهي ازمه بسيطه وهتعدي حتى لو خدت وقت عامل ازاي. لو لسه بتدوري على نفسك وسط الزحمه، صدقيني مش لوحدك. لو انت عندك بيبي بلاوز، فكل السيدات اللي في المجتمع والدين عندهم نفس الاعراض اللي انت حاسه بيها دلوقتي،
ولو انت عندك اكتئاب ولاده، فنص السيدات وعدد كبير جدا منهم دلوقتي برضو عندهم اكتئاب ولاده. فما تدوريش وسط ناس كتير على حاجه انت مش قادره تفهميها، لان كل السيدات بيمروا بنفس اللي انت بتمري بيه دلوقتي. فطمني قلبك واعرفي انك مش لوحدك. وبس كده يا جماعه، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ومبسوطه قوي وانا بصور الفيديو ده، وان انا قدرت اتكلم عن ديبريشن الولاده في الفتره اللي انا فيها حاليا، لان للاسف زي ما قلت لكم انا اتشخصت بديبريشن ولاده، ولكن حاولت على قد ما اقدر. مبسوطه قوي ان انا بصور الفيديو ده دلوقتي، لان ده من اكتر الحاجات الداعمه ليا نفسيا، عشان كده بعملها. اللي بيعيط ده ايمن، فسكيب ايمن من الفيديو دلوقتي كانكم مش سامعينه، ونكمل كلام عادي. صحيح، في ناس المره اللي فاتت كتبوا لي كتير قوي، ناس زي اسيب ايمن بيعيط وانا مش عارفه ايه وبابا كلام كده كتير. حابه بس اعرفكم ان انا اللهم بارك، يعني انا واحمد عارفين نقسم شويه، انه المسؤوليه ما بتكونش للام لوحدها. فالوقت اللي انا باخده بريك لنفسي هو بيبقى معاه، فعادي جدا ان هو يعيط، بس بابا معاه وهو طول الوقت بيسنه وطول الوقت بيكلمه، بيحاول يهديه، بياكلوه مش بياكلوا بيرضعوا يعني، وبيغير له كل حاجه يعني الحمد لله. وبس دمتم بخير يا جماعه، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم. ومستنيه تقولوا لي في الكومنت لو انتوا عديتوا باكتئاب ولاده ولا لا، ولو ده عدى بيكوا، او عديتوا كمان بالبيبي بلاوز ولا لا، كنتوا فاهمين الفرق ما بينهم ولا لا، ولو ده عدى بيكوا عديتوا بيه ازاي وعملتوا ايه، سواء ده او ده.